الاتحاد الأوروبي لا يتوقف جغرافياً عند إسبانيا فقط، بل يمتد رسمياً إلى شمال إفريقيا. سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان تخضعان إدارياً للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني شيئاً واحداً مهماً جداً: إن الحدود الجغرافية لأوروبا تمر من المغرب. فكيف يعقل أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضراً فوق الأرض المغربية؟ ولكن المغرب غير مقبول داخله. إذا كان المعيار هو الجغرافيا، فالمغرب أقرب إلى أوروبا من دول أوروبية كاملة. وإذا كان المعيار هو المشاركة الرياضية، فإسرائيل تشارك في اليوفا رغم أنها لا تقع جغرافيا في أوروبا. فلماذا لا يمنح المغرب نفس الحق؟ المغرب مرتبط بأوروبا اقتصاديا وأمنيا ورياضيا وجغرافيا. إن قبول المغرب في الاتحاد الأوروبي ومشاركة منتخبه في بطولات اليوفا ليس امتيازا، بل اعتراف بحقيقة جغرافية قائمة.